السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناة ليلى شانيل مع فيديو جديد. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو هذا في الصحة والهنا وراحة البال يا ربي. وما تنسونيش بالبارطاج والاشتراك ديالكم ولي لايك، ومرحبا بالناس الجداد اللي دخلوا عندي وحتى الناس القدام. اليوم غنشارك معكم واحد معسلات اللي كيجيو رائعين بزاف وساهلين التحضير وكيجيو رائعين وهشاشين وكيجيو لذاذ بزاف. وبسم الله على بركة الله ندوز طريقة التحضير والمقادير. المقادير بالكاس تاع عنبه. هنايا عندي 3 ديال الكيسان ديال الدقيق الابيض، وعندي هنايا كاس ما عمرش ديال الزبده مذابه، وعندي هنايا نصف كاس ديال الماء زهر يكون دافي، عندي واحد الراس معلقه ديال القرفه، وعندي هنايا كيس ديال السكر فاني وقبصه ديال الملحه. هنايا كنضيف الزبده على الدقيق، وكنحاول كنبسو هاد الدقيق هذا على هاد الشكل هذا، على هاد الطريقه، حتى نبسو مزيان هاد الدقيق هذا. عاد كنضيفو كنضيفو داك سكر فاني، وعاد كنضيفو القرفة، وعاد كنضيفو داك الما باش كنجمعو العجين. كنجمعو بداك الما زهر، نص كاس ديال الما زهر كيكون دافي. صافي هنا بعد ما بسبسنا هاد الدقيق مع الزبدة، هنا كنضيفو داك القرفة، وكنضيفو داك السكر فاني، داك الشاشي ديال السكر فاني. هنا كنضيفو واحد القبصة ديال الملحة. صافي كنخلطو مزيان هاد الخليط هذا على هاد الشكل. عاد كنجمعو العجين ديالنا بالما زهر على هاد الطريقة. صافي نخليكم مع الفيديو. صافي هنايا بعد ما جمعنا العجينه كنضيفوها على سطح العمل وكندلكوها مزيان مزيان مزيان. العجين كتبغي تدلك مزيان على هذا الشكل. صافي كنقسمها هنايا على 6 ديال الكويرات على هذا الشكل هذا. صافي وكنجمعهم على هذه الطريقه، وكنحطهم شي طبيس شي تبصيل على هذا الشكل، وكنغطيهم كنخليهم حتى كيرتاحوا تقريبا واحد نصف ساعه ولا ساعه كاع. عاد كنعاود نطلقوهم على هذا الشكل. صافي هنا بعد ما ارتاحوا ليا، هنا كناخذ النشا او مايزينا كنرش على سطح العمل على هذا الشكل، وكناخذ كويره كنطلقها مزيان على هذا الشكل هادي، على هذا الشكل هذا. صافي كنحطها كنعاود ناخذ كويره اخرى كنعاود نطلقها كنعاود نضيفها فوق من هذيك اللي طلقت اللي دلكت على هذا الشكل. كنطلقهم تقاده وحده على هذه الطريقه، كنحط وحده فوق وحده على هذا الشكل باش كتجينا هاد المعسلات هادو كيجيو لنا مورقين مزيان وكيجيو هشاشين. صافي نخليكم مع الفيديو وطريقة التحضير. صافي هنا بعد ما كملتهم كامل الكويرات اللي عندي، صافي كناخد كنعاود نطلقهم على هذا الشكل هذا. كنطلق هذيك الكويره اللي ضفت وحده فوق من وحده، وصافي كناخدها كنطلقها مزيان على هذا الشكل حتى كنحسوا بدات كترقق، يعني كتولي ماشي رقيقه بزاف، لا كتكون شويه ما رقيقه ما غليظه. صافي كنطلقها مزيان على هذا الشكل، وكنقطعهم بقطاعات اللي عندنا، يعني الشكل اللي بغيتو، تكون قطعه مربعه ولا كتكون يعني اللي بغيتو. انا عندي هاد القطعه ديالي متوفره عندي، صافي تنقطع على هاد الشكل. صافي بعد ما كنقطعهم كاملين، صافي كناخذ اللوز كونكاسي او اللوز مهرمش، كنضيف عليه واحد راس معلقه ديال القرفه، وكنضيفهم في وسط من هاد سميتو اللي قطعت هاد الدويرات اللي قطعت على هاد الشكل. صافي هنا كنحيد من بعد ما سميتو كنحيد هذاك العجين اللي وكنجمعوه، كنعاود نشكلوه كما شكلنا في البدايه. كنعاود نديرو تا هو كويرات عاوتاني كنعاود من جديد، اولا كنحطو دوك الطرفه فوق طرف من طرف وكنعاود نطلقوه. نديرو على الشكل ديال المسمن، كنطلقوها كنتنيها تجاوز المهم بحال الشكل ديال المسمن، كنعاود نطلقوه مزيان على هذيك
على نفس الطريقة. المهم هنايا كنضيف داك اللوز كونكاسو، هنا كناخد أبيض البيض وكندهن جوانب ديال العجين على هاد الشكل صافي، كتني العجينة ديالي على هاد الطريقة هادي. كنوريك غير بشوية، ما كنوريكش عليها بالجهد. المهم كنحاول كنسد باش ما يتحلوش ليا ملي كيطيبوا على هاد الطريقة. صافي بعد ما كنسالي هاد العجين كامل، كناخد واحد اللاطة كنفرش لها ورق الزبدة وكنضيفهم فيه وكندخلهم الفران كنشعلو على 150 درجة، اولا الفران ديال الضو 150 درجة، الفران ديال البوطة الغاز كنقصو عليه النار المهيلة، كنشعلو غير من التحت حتى كيطيبوا لنا من التحت، كنعاود نشعلو من الفوق. بعد ما طابوا كناخد شي إناء ولا شي طبسيلة ولا شي حاجة كنضيفهم على هاد الشكل، وكنضيف عليهم العسل، يعني كنخليهم كيتغطاو بالعسل، كنخليهم تقريبا واحد ساعتين ولا 3 سوايع في العسل. كاع إلا درتوهم الليلة كاملة في العسل كيكون أحسن باش كيشربوا العسل مزيان مزيان، كيجيو رائعين بزاف وكيجيو هشاشين، كيجيو مورقين هاد المعسلات هادو. صافي هنا كنحيدوهم من العسل وكنضيفوهم في الشبكة وكنخليهم حتى كيتقطروا مزيان من العسل، عاد نضيفهم في صحن التقديم. صافي هنايا بعد ما تقطروا ليا هاد المعسلات هادو كنضيفهم في هاد الطبسيل هذا ولا في شي صحن تقديم ولا في شي أي حاجة على هاد الشكل هذا، وكنعاود نرش عليهم اللوز كونكاسي اللي حمرته. ديجا اللوز كونكاسي محمر، عاد باش ضفتو في وسط من هاد المعسلات وعاد نرشو عليهم من الفوق عاوتاني على هاد الشكل، كيجيو رائعين بزاف بزاف وكيجيو هشاش ومورقين. كنتمنى هاد لا فيديو هذا ينال الاعجاب ديالكم، ما تنساونيش بالبارطاج والاشتراك واللي لايك لي لايك البنات، و الا عجبكم الفيديو ضيفوا لي لايك، والى اللقاء مع فيديو جديد ان شاء الله.